اليوم رح نحكي عن قصة ملك مش زي أي ملك تاني. نبي أعطاه الله حكمة وقوة ما شافتها البشرية لا قبله ولا بعده. أكيد عرفتوه. قصتنا اليوم عن سليمان عليه السلام. طيب خلونا نتخيل شوي. ملك يأمر الريح فتمشي بأمره، يتكلم مع الطير والحيوانات ويفهم عليهم، والجن يشتغل عنده كخدام طائعين. الموضوع ممكن يبين كأنه من أفلام الخيال، صح؟ بس هذه كانت حقيقة واقعة في مملكة النبي سليمان ابن داود عليهم السلام. بس يا ترى كيف بدأت كل هذه العظمة؟ القصة بتبدأ من وهو شاب صغير. خلونا نرجع للبدايات ونشوف كيف ظهرت أول علامات حكمته اللي وهبها الله إياه وهو لسه في قصر أبو الملك. سليمان عليه السلام كبر وتربى في قصر أبوه النبي داود، يعني كان من صغره محاط بأكبر حكماء وقادة المملكة. كان دايما موجود في مجالس القضاء، يسمع ويتعلم، يشوف كيف أبوه بيحكم بين الناس بالعدل، وكأنه كان في إعداد إلهي لدور عظيم جدا كان بانتظاره. وهون بيجي الاختبار الحقيقي لحكمته المبكرة. القصة المشهورة، امرأتين بتخانقوا على طفل رضيع وكل واحدة بتقول هذا ابني. اقتراح سليمان كان بصراحة صادم للكل، اقطعوا الطفل نصفين وكل واحدة تاخد نص. لكن في لحظتها صرخت الأم الحقيقية ورجائها إنهم يتركوا الطفل يعيش حتى لو مع المرأة الثانية، هي اللي كشفت كل شيء. بحكمته هاي سليمان ما استعمل السيف، بل استعمل الرحمة عشان يوصل للحقيقة. وهالشيء أثبت للجميع إنه حكمته ما كانت عادية، كانت من عند ربنا. طيب بعد ما أثبت حكمته الفذة وهو لسه أمير، سليمان انتقل لمرحلة ثانية تماماً. صار ملك، بس مش أي ملك، ملك صاحب ملك وسلطان ما شهدوا التاريخ من قبل. المرحلة هذه بدأت بدعاء واحد، دعاء غير كل شيء. سليمان عليه السلام بكل تواضع رفع إيديه للسماء ودعا ربه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لاحظوا الطلب، هو ما طلب ملك عادي، طلب ملك استثنائي، ملك ما يتكرر أبدا لأي حد بعده. وكانت الإجابة الإلهية بداية المعجزة الحقيقية. طيب كيف كانت هاي المعجزة؟ أولاً منح القدرة على فهم لغة الطيور والحيوانات. ثانياً الجن صاروا تحت أمره، اشتغلوا له كبنائين وغواصين في البحار. ثالثاً حتى الريح صارت طوع أمره ووسيلة سفر بسرعة خيالية. جيشه كان مكون من البشر والجن وحتى الطيور والوحوش، مملكة لا مثيل لها فعلاً. ومن القصص العجيبة، مرة كان ماشي بجيشه الجبار ومروا على وادي النمل، وهون سليمان سمع نملة صغيرة بتصرخ وبتحذر باقي النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوفوا الدقة في كلامها، هي ما اتهمتهم بالظلم، بالعكس كانت عارفة إنهم ممكن يدوسوا عليهم بدون ما يحسوا. سليمان عليه السلام ابتسم لما سمع كلامها واندهش من ذكاء هالمخلوق الصغير، وعلى طول شكر ربنا على النعمة العظيمة اللي أعطاه إياها، وفوراً أمر الجيش يغير مساره عشان ما يأذوا مملكة النمل. القصة هذه بتورينا جانب مهم جدا من شخصيته، قوته الهائلة كانت دايما مصحوبة برحمة وتواضع أكبر. والآن خلونا ننتقل للقصة يمكن الأهم والأشهر في عهد سليمان. قصة بدأت كلها باكتشاف مملكة جديدة وغامضة، واللي اكتشفها كان واحد من جنود الطائرين، الهدهد. في يوم من الأيام كان سليمان بيعمل تفتيش روتيني على جيشه من الطيور، وفجأة لاحظ إن الهدهد غايب. الهدهد ما كانش مجرد طائر عادي، لا، كان عنصر مهم جدا في شبكة استخباراته. سليمان عصب جدا من هالغياب غير المبرر، وتوعده بعقاب شديد لو ما رجع بسبب قوي ومقنع. ما مر وقت طويل ورجع الهدهد، وقف قدام سليمان بكل ثقة وقال له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم. تخيلوا الموقف، طائر صغير بيقول لأعظم ملك إنه بيعرف شيء الملك نفسه ما بيعرفه، وجاب معه خبر صادم عن مملكة عظيمة وقوية، مملكة سبأ. طيب شو كان هالخبر اليقين؟ تقرير الهدهد كان مفصل ومذهل. قال إن اللي بيحكمهم امرأة قوية جدا، الملكة بلقيس، وعندها عرش فخم وثروة ما إلها مثيل. لكن كان في مشكلة جوهرية، هي وقومها كانوا بيعبدوا الشمس بدل ما يعبدوا الله. يعني مملكة عظيمة بكل المقاييس بس ضايعة عن طريق الحق. وهون بتبلش ذروة القصة. سليمان قرر إنه لازم يهدي هاي الملكة وقومها للطريق الصحيح، بس كيف؟ مش بالحرب والقوة، لا، بل بسلسلة من الاختبارات والمعجزات الذكية اللي رح تغير كل شيء في تفكيرهم.
أول خطوة، سليمان بعث رسالة مع الهدهد نفسه يدعو فيها الملكة بلقيس لعبادة الله الواحد وترك عبادة الشمس. بلقيس بحكمتها جمعت مستشاريها، هم على طول قالوا نحارب، لكن هي كانت أذكى من كده. قررت تختبر سليمان الأول، بعتت له هدية فخمة جدا عشان تشوف هل هو ملك هامه الذهب والكنوز ولا نبي صادق دعوته لله. طبعا سليمان رفض الهدية بكل حزم وقال لهم اللي أعطاني يا ربي أفضل بكتير من كنوزكم. ولما عرف إن بلقيس وجيشها جايين في الطريق أطلق تحدي عجيب في قصره: مين فيكم يقدر يجيب لي عرشها من سبأ لهون قبل ما يصلوا؟ وهون بنشوف عرضين مذهلين. واحد من الجن عفريت قال أنا بجيبه قبل ما تقوم من مكانك، يعني خلال ساعات. لكن واحد تاني عنده علمه من الكتاب قدم عرض لا يصدق: أنا بجيبه قبل ما يرجع لك طرفك، يعني في رمشة عين. وفعلا في أقل من لمح البصر كان عرش بلقيس الضخم والفخم موجود قدام سليمان. طيب شو كانت ردة فعله؟ هل تكبر أو استعرض قوته؟ أبدا. أول شيء عمله إنه شكر ربنا وقال هذا من فضل ربي. كان دائما مدرك إن كل هاي القوة الخارقة هي مجرد اختبار من الله. بس سليمان ما اكتفى بكده، أمر بتغيير بسيط في شكل العرش عشان يختبر ذكاء بلقيس. ولما وصلت وشافت العرش سألها هذا عرشك؟ جوابها كان قمة في الذكاء والدبلوماسية، كأنه هو، يعني لا قالت إيه ولا قالت لأ. هي شافت عرشها بعينها، بس عقلها بيقول مستحيل يكون وصل بهالسرعة. جوابها هذا دل على إنها كانت امرأة عندها عقل راجح وحكمة. الاختبار الأخير كان هو الضربة القاضية. سليمان دعاها تدخل قصر أرضيته كانت من زجاج شفاف مصقول لدرجة عالية جدا وتحته بتجري مياه. فلما شافته فكرته بحيرة عميقة، وعلى طول رفعت ثوبها عشان ما يتبل. وهون سليمان قالها هذا مش ماء، هذا قصر أرضيته من زجاج. هذه كانت معجزة علمية وتكنولوجية بتتجاوز أي شيء ممكن تتخيله. وفي هذه اللحظة تأكدت 100% أنها قدام نبي حقيقي من عند الله. وفي نفس اللحظة استسلمت بلقيس تماما للحقيقة، أعلنت إيمانها بكل صدق وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبهيك انتهى الاختبار بنجاح ساحق، مش بالحرب بل بالحكمة والمعجزة، وتوحدت مملكتها مع مملكة التوحيد بسلام. ولكن لكل بداية نهاية، ولكل ملك عظيم أجل محتوم. خلونا نوصل للفصل الأخير من حياة النبي الملك سليمان، فصل بيحكي عن وفاته وكيف إنه حتى في موته كان فيه حكمة ودرس عظيم للعالم كله. القصة بتقول إن سليمان كان واقف متكئ على عصاه بيراقب الجن وهم بيشتغلوا في أعمال شاقة كالعادة، وفي هذه اللحظة قبض الله روحه، لكن جسده بقي واقف زي ما هو والعصا سندته. الجن كملوا شغلهم الصعب الأشهر طويلة، كانوا خايفين منه وفكرينه لسه بيراقبهم، وما اكتشفوا الحقيقة أبدا إلا لما حشرة صغيرة دابت الأرض أكلت العصاية الخشب شوية شوية لحد ما انكسرت وسقط جسد سليمان على الأرض. طريقة الموت هذه بالذات كشفت حقيقة مهمة جدا، أثبتت للكل أن الجن بكل قوتهم وقدراتهم الخارقة ما بيعرفوا الغيب أبدا. ببساطة لو كانوا بيعرفوا الغيب كانوا عرفوا أنه مات من زمان وما ضلوا بيشتغلوا كل هالوقت في العذاب المهين. كان هذا هو الدرس الأخير من قصة سليمان: علم الغيب هو لله وحده، لا يشاركه فيه أحد. إذن شو هو الدرس الأكبر اللي ممكن نأخذه من نهاية قصة أعظم ملك مر على التاريخ؟ يمكن الدرس هو أنه كل قوة مهما كانت جبارة إلها نهاية، وأن الحكمة الحقيقية مش بأنك تسيطر على الريح والجن، لا، الحكمة الحقيقية هي أنك تدرك أن كل هذه القوة مصدرها واحد، هو الله، وفي النهاية كل شيء بيرجع له.